ابني. بيقول لك واحد قال لابنه انزل يا ابني شوف صوت الجيران عالي ليه وتعالى قول لي في ايه، فقال له خلاص حاضر يابا. فالواد نزل فبيسال كده اكتشف ان بنت الجيران هربت هي وحبيبها، فهو اتكسف يقول لابوه، فقال له يا بابا عربيه الجيران اتسرقت. فهو نزل يواسي جاره ده، فقال له يا عم وربنا في 60,000 داهيه ان هي غارت احسن، ده انا كنت اي محل اروحه اشوفها هناك، وكنت بشوفها مع اصحاب ابنك كتير، وكنت بشوفها مع اصحاب ابني، كانت مع شباب المنطقه كلهم. يا عم طب اقول لك على حاجه بيني وبينك، انا لما ركبتها مره ما ارتحتش، هي انت هتلاقيها مع واحد راكبها ويرجعها لك تاني يوم. قاعد انا وواحد صاحبي صعيدي، فهو بيقول لي اشرف انا هقول لك نكته رخمه وانت تقول لي نكته رخمه. فقلت له بص انا مش بتاع نكت رخمه، انا بتاع نكت جامده، بس خلاص هقول لك نكته رخمه. وقلت له ابتدي يا عم. فقال لي مره واحد اقرا حس بحاجه ماشيه على دماغه، فبيعمل كده بيبص لقى نمله وبتقول له والنبي يا عمو سيبني اخر زحليقه. فقلت له تصدق يا رخمه قوي، انا اقول لك بقى واحده ايه ارخم من بتاعتك. فقال لي قول. قلت له مره لمونه دخلت الامتحان، فقال لي ويا ترى عملت ايه؟ قلت له خدت 10 من 10. واحد قاعد مع صاحبه الصعيدي فبيشتكي له وبيقول له يا اسطى انا حكيت لفلان وفضحني وعمل. فالصعيدي ده قال له ما تصدقش اي حد يقول لك سرك في بير. فصاحبه استغرب وقال له ليه؟ قال له عشان لو زعل منك هشغل موتور الميه ويسقي الحاره كلها. طفل صغير زعلان من ابوه فبيسأل مامته، بيقول لها ماما هو بابا ده ما عندوش اهل؟ فهي قالت له انت بتقول كده ليه يا حبيبي؟ ما عنده جده وتيتا، انت مش عارفهم ولا ايه؟ قال لها طيب هم سايبينه عندنا ليه؟ ما ياخدوه. واحد بيسأل صاحبه بيقول له انت تتمنى مراتك تموت؟ قال له لا يا عم بعد الشر انه ما تقولش كده. فصاحبه استغرب قوي وقال له غريبه، ده الشعب المصري كله بيتمنى ان مراته تموت عشان يتجوز عليها. ايه يا عم ده؟ طب قول لي ايه السبب؟ فقال له ما انا خايف هي تموت انا اموت من الفرحه. واحد قاعد مع صاحبه الصعيدي فبقول له بقى انا نفسي اسافر الخليج قوي وهسافرها، انا خلاص قررت ان انا هسافرها. فالصعيد ده قال له لا يا عم بلاش تسافر الخليج. فقال له ليه؟ قال له ممكن تموت هناك وتدفن وتتحلل ويصدروك لامريكا، ومن هناك يحولوك لمواد خام ويصدروك للصين وترجع مصر شيب بلاستيك.